وزارة التضامن تحدثت عن وجود نحو 3000 ولادة طفل غير شرعي، بينما الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تحدثت عن 45,000 طفل غير شرعي سنويا في الجزائر. أرقام مرعبة حقيقة في مجتمع محافظ في بلد مثل الجزائر. يعني الحمد لله احنا ما زلنا بلد محافظ. يعني نشوفوا الأرقام مثل هذه أرقام مرعبة. شوفي، أولا التقرير يتكلم على عدة نقاط. لما نتكلم بلغة الأرقام الرسمية تتكلم عن طريق وزارة التضامن بين 2800 إلى 3300 مولود خارج إطار الزواج. ونحن في شبكتنا لا نحبذ كلمة طفل غير شرعي، لأنه يعني ليس له أي ذنب في قضية ميلاده أو العلاقة اللي تكون بين الرجل والمرأة أو الزوج والزوجة، فهو ضحية من حقه أنه يحظى بالحماية ويحظى بكل حقوقه. صحيح. غير مسؤول. فلهذا التسمية مهمة. هو طفل مولود خارج إطار الزواج، ماهوش ربي عطاله الروح. ما نقدروش حنا نقولوا له باللي انت راك غير شرعي. لا، هي عمليه الاتصال والعلاقه الموجوده استنادا لمبادئنا واخلاقنا هي اللي غير شرعيه. اما الطفل فلا ليس له اي ذنب. بالنسبه للرقم اللي مدته الرابطه، مع احتراماتي لكل مجهوداتهم اللي يبذلوها في الميدان ودفاعهم على حقوق الانسان، ولكن اظن بان الرقم مبالغ فيه ويحتاج انه الرقم فيما يخص 45,000. نعم مبالغ فيه، ونحتاج الى براهين ومصدر هذا الرقم. هل هناك بحث وطني؟ هم تحدثوا عموما عن أطفال الزواج العرفي ومجهولي النسب، وحتى الأطفال الرضع الذين يتواجدون على مستوى المساجد، على مستوى القمامات، في الطرق. يعني لأنه لما نتكلم عن الأطفال المولودين خارج إطار الزواج هم الأطفال اللي يبقوا مجهولين النسب، ولكن ليسوا مجهولين الهوية، باش نفرق بين الشيء. لأن المسميات تصنع الفرق. عن طريق الزواج العرفي فهذو ليسوا مجهولين النسب. عن طريق الزواج العرفي ما فيش هناك زواج مدني، لأنه بعد ما يكتشف السلطات تكتشف بأنه فيه ميلاد لطفل إلا بالفاتحة، فالهيئات القضائية والمدنية تطلب من الزوجين أنهم يمشوا يسجلوا ولدهم بقرارات قضائية. فهذا ما عندوش مشكل تاع لا نسب ولا هوية، يعني لا يحسب مع مجهولين النسب. والآن بالنسبة لمجهولين النسب، الدولة الجزائرية والقانون الجزائري أعطاك له كل الحقوق أنه يثبت الجنسية تاعو وحده، عنده يسجل في الحالة المدنية، يحصل على جواز السفر تاعو، على كل وثائق وحقوقه الأساسية. يبقى اليوم مشكل في الجزائر هو إلحاق النسب، وهذا لازمنا من اجتهاد قانوني واجتهاد ديني وقضاء.